حضرتك بتتكلم مع اكرم ويليام، يعني بتتكلم مع خبره اكتر من 15 سنه. 15 سنه يعني اديك لوجوهات، اديك ايدنتيتي كامل، اديك كولرز ما تحلمش بيها، فتحترم نفسك، تديني داون بيمنت تشوف العجب. ما تعملش كده. انا عايز اسقف له. فقال لي خلاص روح فنون جميله، ودخلت تاني يوم صيدله. اذا انت الولد بتاع العيله يبقى انت اللي هتمسك الشغلانه بتاعه العيله. في سنين كنت بشتغل فيها الصبح في الصيدليه وبالليل بفريلانس. بابا كان كل ما يعدي عليا في البيت يعني ويشوفني ببقى قاعد على الكمبيوتر وهو بيكلم حد من اصحابه، يقول له الاوقات قاعد بيلعب على الكمبيوتر جوه بالشورت. انا بشتغل. انت شبه مين من الممثلين؟ فكنت بقول لها عماد حمدي. هنكبر دي، هنصغر دي، هنعمل لوك، هنعمل مش الله يفضحكم. ازيك يا اكرم؟ الحمد لله. انت بقالك قد ايه بتشتغل في فريلانس؟ دلوقتي بقالي اكتر من 15 سنه شغال عامه، او 16 سنه، والفريلانسنج كنت شغال تقريبا من 4 ل 6 سنين. معلوماتنا بتقول ان انت بدأت في صيدلة، حصل ازاي ده؟ كل اسره مصريه عندها الطفل العبقري بتاع العيله، اللي هو اذا انت الولد بتاع العيله يبقى انت اللي هتمسك الشغلانه بتاعه العيله، فهتروح تشتغل هذه الشغلانه. فابويا كان صيدلي، فانا قلت له انا بحب الرسم قوي فعايز اخش فنون جميله. فقال لي خلاص روح فنون جميله، ودخلت تاني يوم صيدله يعني زي ما كل عيله بيحصل فيها بس. فدخلت. في اي سنة في صيدلة عدتها؟ الحمد لله لا، بس هم كانوا 40 ماده، انا شلت 35. قعدت بتشتغل في الصيدلية كام سنة من حياتك؟ اشتغلت 3 سنين، بس مع ال3 سنين دول كنت بشتغل في سنين كنت بشتغل فيها الصبح في الصيدليه وبالليل بفريلانس، وكان فيها العكس، ان انا كنت بشتغل بالليل في الصيدليه والصبح كنت بشتغل في شركات. كنت بتشرح لهم ازاي في البيت ان انت بالليل بتشتغل فريلانس مش بتلعب؟ لا دي ما كانتش بتحصل. بابا كان كل ما يعدي عليا في البيت يعني ويشوفني ببقى قاعد على الكمبيوتر وهو بيكلم حد من اصحابه، يقول له الاوقات قاعد بيلعب على الكمبيوتر جوه بالشورت. انا بشتغل تمام بس الحمد لله. اغرب كلاينت عدى عليك في الصيدلية؟ كان في واحده يعني هي توفاها الله، بس هي كانت بتقول لي في التليفون عشان هي ما تقدرش تنزل من البيت، انت شبه مين من الممثلين؟ فكنت بقول لها عماد حمدي عشان بس مش عارف اعمل كونفرسيشن معاها. ففي يوم نزلت لي طبق بسبوسه، فالموضوع كان كلاينت الحنين رزق. كلاينت حنين الناس البسبوسه ده انا عايز منه كتير يعني بقى في الاستوديو عندنا. فانت سبت صيدلة الحمد لله وبدأت في الفريلانسنج. بس هي الصيدله مش عايزه تسيبني، هي برضه لغايه دلوقتي ممكن ساعات انزل شيفت لو في واحد اتزنق مثلا، هو بس ايه بقعد بقى ايه اللي هو برسم كده. دكتور فنان بصوا بيرسم ناس احنا مش عارف اللوحه دي الفنان ده رسم اللوحه دي ولا لا؟ مش بيعرف يرسم بس ماسك كراسه. شكرا. طب انت دلوقتي اول عميل جالك وانت فريلانس جرافيك ديزاينر كان مين وعملت معاه ايه؟ كان عندي صراحه عميل محترم قوي قوي، كان بتاع محل هدوم، كان شاف شغلي، كنت نزلت حاجات بسيطه على الفيسبوك، كان بالنسبه له ان هو حد بيعرف يالاين الرسم حلو مع تكست حلو عشان بيعمل الكلام ده. التيشيرتس دي كانت حاجه ممتازه. عملت له فاكر عدد مهول من الديزاينز، كان 30 ديزاين، كنت مبسوط قوي ان انا هنزل 30 ديزاين، خدت 500 جنيه. مبسوط بيهم؟ قوي قوي قوي. لو رجع بيك الزمن هتشتغل معاه تاني؟ اشتغل معاه تاني عشان هو شخصيه محترمه، بس كنت هزود ال 500 جنيه يبقوا 520 مثلا. استنى السؤال اللي بعده. استنى حتى ابوك يا كابتن، حتى ابوك بتعمل حاجه. اصعب كلاينت عدى عليك في الفريلانسنج؟ هو كلاينت برضو كلاينت يعني الله يبارك له، هو اشتغلت معاه 8 شهور، وانك تشتغلي مع نفس كلاينت 8 شهور دي حاجه حلوه وحاجه يعني تتوهمي بالبرودكت في وش كل الناس، فتمشي كده لو اخوك الصغير معدي ده ايه ده برودكت صغير برجلين، اختك ايه ده برودكت بضفاير. فالموضوع على قد ما هو حلو على قد ما هو خلاص في 8 شهور من التعديلات بقى، اللي هو هنكبر دي، هنصغر دي، هنعمل لوك، هنعمل مش عارف. انت لو ماشي مش هتقبضني. قبضك؟ هو انا خدت داون بيمنت بس لغايه دلوقتي؟ لا خدت الفلوس صراحه. كبرت لوجو كم مره في حياتك؟ هو مفيش مره ما كبرتش اللوجو في بريف، لو ده وانا بشتغل بقالي دلوقتي بتاع 15 16 سنه، فاعتقد بقى اضربي 16 سنه في مثلا في 7 بريفات في الشهر، دوزه ماس بقى. يعني انت بالنسبه لك بقى عادي بقى ان اي حد يعدي يقول لك كبر لي اللوجو فبتكبر؟ ما انت هتكبري اللوجو وتكبري دماغك، ولا بقى ايه يعني هتخسري صحتك يعني، فتمام. اغرب كلاينت عدى عليك اللي هو انت لسه فاكره لغايه دلوقتي؟ كلاينت كان مفهمني ان هو باربر، هو الراجل ده بيعمل حاجات زي بقى البراندات باربر بقى، هحلق للناس وهنخش وبتاع، والراجل جالي وهو طلع حلاق اللي هو بجد اللي هو بيعمل الراس ب 20 جنيه ده بجد. الراجل ده ما نساهوش قوي عشان ما كنتش عارف ازحلقه، فاقول له انت محتاجني في ايه؟ انت هتاخد ستوك ايمج من على شاطر وتكتب استاذ حمزه للحلاقه. اتنصب عليك كم مره في حياتك؟ هو ممكن اقول في السنه ممكن يتنصب عليا بتاع
19 مره مثلا يعني. لا بس هو لو بنتكلم بجد هو في البدايه انا اتنصب عليا كتير عشان ما كنتش عارف الدنيا ماشيه ازاي، بالذات البدايات كلها تخبيط. فالواحد لما خلاص يجين اكسبيرينس وعارف الدنيا ماشيه ازاي فبقى يتنصب عليه اكتر الحمد لله. اصعب نصوايه لو انت لسه فاكرها لغايه دلوقتي؟ والله ده يعني راجل كان كباره وبرنس وبدله كده وكان عامل شعره على جنب عشان ما عنديش شعر فكنت خايف منه. فراجل جا وماركتنج مانجر وعنده فرع في معرفش ايه وبتاع، جا وقال ان احنا شغالين على بيتش والموضوع وما خدناش اي فلوس، وطلع مش ماركتنج مانجر وطلع مش شغال في اي حته تانية. لغايه دلوقتي معاه نمره تليفونه بس موبايل مقفول. ده اللي اشتغل معاك والدولار ب 11 جنيه وانت لغايه دلوقتي مش عارف تجيب الفلوس؟ هو ده الله يفضحكم. طلع ساعتها ب8 مش ب11. انا كنت فاكر الناس الحمد لله. ده انت النصابين من زمان قوي. هيرد ده معاه انفستمنت ده. اكرم، انت شخص فيري نايس مع الناس، فلما بتبقى عايز تبان خطير قدام الكلاينت بتعمل ازاي؟ بقلع النضاره. انا الانترفيو النهارده قلع النضاره تماما. انا في كده بيرسونا لما بحس ان انا لابس نضاره، دايما بتوع النضارات دول هو الاشخاص الكوميكال، فبقلع النضاره. هو حضرتك بتتكلم مع اكرم ويليام، يعني بتتكلم مع خبره اكتر من 15 سنه. 15 سنه يعني اديك لوجوهات، اديك ايدنتيتي كامل، اديك كولرز ما تحلمش بيها، فتحترم نفسك، تديني داون بيمنت تشوف العجب. ما تعملش كده. انا عايز اسقف له. هتورينا شخصيتك بالنضاره؟ تحركش لا. يعني بعد الانترفيو. بعد الانترفيو. طب احنا سمعنا ان انت خطك وحش. صيدلي يعني. عمرك دخلتي روشته كده خدتيها خرجتي من الكشف وبتقري بتاع عرفتي تقري حاجه مكتوب مثلا يطلع كتافاست، هو يعرف ايه ده كتافاست، بنادول يطلع بنادول. بس انا عايز خدتها جينات. بس انت بترسم، فانت خطك وحش وبترسم وبتشتغل جرافيك ديزاينر وارتستيك. يا جماعه ايه ده بقى؟ طب يعني ده تدخل دي ان ايه طلع من ناحيه ماما بتعرف ترسم، بابا دكتور، فاللي حصل بقى. اشتغلت كام وظيفه فريلانس لغايه دلوقتي؟ انا اشتغلت عامه، عملت اعلانات راديو از فريلانسر ككوبي رايتر، وعملت حاجات الستريشن، اشتغلت كإلستريتور، واشتغلت كجرافيك ديزاينر، واشتغلت كارت دايركتور، لان انا كنت بليد تيمز. فالموضوع كان فعلا دايفيرس. انا كمان عندي باك جراوند ان انا كنت بشتغل في كذا فيلد. الاول كنت ادفرتايزنج، وقبليها كنت كوبي رايتر، وبعد ادفرتايزنج كوبي رايتر بقيت بشتغل في براندنج. فده خلى الناس من باك جراوندز مختلفه انهم يشتغلوا مع اكرم، لان هو بيعرف كذا حاجه. يعني انت الخناقه بتاعه الديزاينر والكوبي رايتر ما بتحصلش معاك؟ ما بتحصلش معايا لاني اشتغلت مع كوبي رايتر، لان انا فاهم قوي الكوبي رايتر بيبقى عايز يطلع حاجه عامله ازاي، وانا لازم افهمه عشان نطلع المسج دي صح. لكن قبل ما اشتغل انا ما كنتش بطيء كلمه كوبي رايتر دي. اصل هيجفتي في الفيجوال بتاعي. ايوه يا عم هكتب الجحافظ. اكتر كومنت رخم كوبي رايتر قاله لك على الديزاين بتاعك ايه؟ لذيذ، الفيجوال لذيذ، لزوز دي والله تتقال تبقى عايز تفقعه قلم يعني. طب احلى كومنت جالك على من كوبي رايتر للديزاين بتاعك ايه؟ تحفه. انا شفتش في حياتي كده. ايه ده يا اكرم ده؟ دي اوورد ويننج. كلمه اوورد ويننج دي تثبتني كده. عمري ما خدت اوورد يعني، بس تمام. اكرم، احنا مبسوطين ان هتعرفنا عليك، وهنتعرف عليك اكتر وهنعرف منك معلومات في الحلقه بتاعت يوم الثلاث. ولكن عايزاك تقول للفريلانس جرافيك ديزاينرز اللي عايزين يبداوا يكبروا في الكرييتيف اندستري، تقول لهم كلمه واحده بس، هتكون ايه؟ بي فيزيبل. خليكم متشافين. بيرسونال براندنج. لا خليكم فيزيبل. يعني تشرح لنا ده اكتر في حلقه يوم الثلاث ان شاء الله. يس. اوكي.